بسم الله الرحمن الرحيم. سنة تالتة إعدادي. بنكمل حل محافظات العلوم من كتاب الامتحان 2024 الترم الأول. وصلنا لمحافظة 19 محافظة المنيا، ودي صفحة 142 من كراسة التدريبات اليومية. والفيديو الجاي إن شاء الله هنحل محافظة 20. اكتب المصطلح العلمي. 1. تغير موضع الجسم بمرور الزمن بالنسبة لموضع ثابت، ده تعريف الحركة. نقطة تتوسط السطح العاكس للمرآة، قطب المرآة. قطب المرآة. مقدار الإزاحة في الثانية الواحدة السرعة المتجهة، لأن السرعة المتجهة بتساوي الإزاحة على الزمن. مرض يصيب عدسة العين فيجعلها معتمة، مرض المياه البيضاء. مرض المياه البيضاء بين قوسين الكاتاراكت. الكاتاراكت ده اسمه العلمي. ماذا يحدث في الحالات الآتية؟ 1. عدم حدوث ظاهرة العبور أثناء الطور التمهيدي الأول. ظاهرة العبور أهميتها تنوع الصفات الوراثية بين أفراد النوع الواحد. هيحدث إيه لو لم تحدث ظاهرة العبور؟ هنعكس الكلام ده، لن يحدث تنوع في الصفات الوراثية بين أفراد النوع الواحد. الإجابة لن يحدث تنوع في الصفات الوراثية بين أفراد النوع الواحد. 2. وضع جسم أمام عدسة محدبة على مسافة تساوي البعد البؤري. دي حالة من حالات العدسة المحدبة. لو الجسم مكانه عند البؤرة أو على بعد يساوي البعد البؤري لا تتكون له صورة. لا تتكون له صورة. 3. تركيز ضوء الليزر على جزيئات الذهب النانونية التي يتم حقنها لمريض السرطان، وده اكتشاف العالم مصطفى السيد. هيحدث ايه؟ قتل الخلايا السرطانية. قتل الخلايا السرطانية. 4. إذا سقط شعاع ضوئي عمودي على سطح مرآة مستوية ينعكس على نفسه. ينعكس على نفسه أو يرتد على نفسه. مسألة على العجلة. تحركت سيارة من السكون فوصلت سرعتها إلى 25 متر على الثانية خلال 10 ثواني. احسب مقدار العجلة التي تحركت بها السيارة مع ذكر نوعها. بنكتب القانون. جيم العجلة بتساوي عين 2 سالب عين 1 على دلتا زين. نعوض في القانون. عين 2 السرعة النهائية 25 متر على الثانية، سالب عين 1 السرعة الابتدائية اللي تحركت سيارة من السكون. من السكون إذا عين 1 سرعتها الابتدائية بتساوي 0، والزمن خلال 10 ثواني. هنطلع الناتج. 25 على 10 2.5 متر على الثانية تربيع، مع ذكر نوعها. نوع العجلة. المقدار هنا بيحمل إشارة موجبة. 2.5 يعني موجب 2.5. إشارة موجبة، إذن دي عجلة موجبة أو تزايدية. صوب ما تحته خط. 1. يراعي الطيارون السرعة المتجهة للرياح. 2. تتكاثر اليوجلينة لا جنسيا عن طريق التجرثم عن طريق الانشطار الثنائي. 3. عندما يتحرك الجسم بسرعة منتظمة فإنه يتحرك بعجلة تزايدية بعجلة 0. سرعة منتظمة إذن العجلة 0. 4. يتركب الكروموسوم كيميائيا من RNA وبروتين من DNA.
تصحيح RNA DNA اللي هو الحمض النووي، وبروتين. اختر من العمود B ما يناسب العمود A. 1. قطعة ضوئية توضع على يسار السائق، دي مرآة محدبة. 1/4. صاحب نظرية السديم هو العالم لابلاس. 5. يصحح العيب الناتج عن طول قطر كرة العين باستخدام زيادة قطر كرة العين، ده بيسبب قصر النظر، وقصر النظر بيعالج باستخدام عدسة مقعرة. رقم 1. 4. يرجع انفجار النجوم بشكل مفاجئ إلى رقم 3. حدوث تفاعلات نووية عنيفة بداخله. رقم ج. في الشكل المقابل، تحرك شخص من النقطة أ، إذا النقطة أ دي نقطة بداية الحركة، إلى النقطة ب، يعني اتحرك الخط ده كله من أ إلى ب، ثم غير اتجاهه إلى ج. لما وصل لب رجع تاني عند ج، إذا ج دي نقطة نهاية الحركة. الكلام ده تم في 10 ثواني. احسب رقم 1 المسافة الكلية المقطوعة. المسافة الكلية المقطوعة بتساوي الجسم اتحرك من أ إلى ب، الخط ده كله 4 متر، وبعدين من ب رجع لج، من ب لج، من ب لج دي 1 متر، 4 زائد 1 5 متر. 2 الإزاحة الحادثة. الإزاحة الحادثة بتساوي أ هي نقطة بداية الحركة، ج هو نقطة نهاية الحركة. طول الخط المستقيم من أ إلى ج واضح إن هو 3 متر. الإزاحة كمية فيزيائية متجهة، بنكتب اتجاهها. اتجاه الإزاحة بناخده من البداية للنهاية، من أ لج ده اتجاه الغرب، 3 متر غربا. السرعة المتجهة بنكتب القانون، السرعة المتجهة بتساوي الإزاحة على الزمن الكلي. بنعوض في القانون، بتساوي الإزاحة حسبناها 3 متر على الزمن الكلي، قال لي 10 ثواني، بتساوي 3 على 10 يعني 3 على 10 بتساوي 3/10 متر على الثانية. السرعة المتجهة اتجاهها هو نفسه اتجاه الإزاحة، الإزاحة غربا، إذن السرعة المتجهة غربا. أكمل العبارات الآتية بما يناسبها مما بين القوسين. 1. تنقسم الخلايا الجسدية بطريقة الانقسام الميتوزي. 2. حاصل ضرب سرعة الجسم المتحرك في الزمن تساوي السرعة في الزمن بتساوي المسافة. 3. يعتمد التكاثر الجنسي على عمليتين أساسيتين هما تكوين الأمشاج والإخصاب. 4. النسبة بين السرعة النهائية والسرعة الابتدائية لجسم يتحرك بعجلة موجبة. باقي معايا من الكلمات أقل من وأكبر من، هنختار أقل من ولا أكبر من الواحد الصحيح. الجسم اللي بيتحرك بعجلة موجبة بمرور الزمن سرعته بتزيد، السرعة بتزيد يعني السرعة النهائية أكبر من السرعة الابتدائية، يعني السرعة النهائية هي اللي أكبر والسرعة الابتدائية هي اللي أقل. أكبر إلى أقل أو أكبر على أقل يعني أكبر من، فهنختار من الكلمات أكبر من. ده علامة صح وعلامة خطأ. 1. يسبق الانقسام الخلوي طور بيني، العبارة صح. تعتبر القوة كمية فيزيائية قياسية، العبارة خطأ، لأن القوة كمية فيزيائية متجهة. 3. عند استخدام الفرامل فإن السيارة تتحرك بعجلة سالبة، العبارة صح، لأن السائق لما يستخدم الفرامل السرعة بتقل.
السرعة بتقل بمرور الزمن، إذن دي عجلة سالبة أو تناقصية. 4. يحتوي المشيج على ضعف عدد الكروموسومات، ده المذكر، على ضعف عدد الكروموسومات في المشيج المؤنث، العبارة خطأ. المشيجين المذكر والمؤنث الاتنين بيحتووا على نفس العدد من الكروموسومات N. في الشكل المقابل، 1. ارسم شعاعين ضوئيين لتحديد موضع الصورة المتكونة. هنكمل الرسم. دي عدسة مقعرة وده الجسم هناخد منه شعاعين. الأول هيسقط موازي للمحور الأصلي، ده شعاع ضوئي ساقط، فهينكسر متفرق بحيث امتداده يمر بالبؤرة، بحيث امتداد الشعاع المتفرق يمر بالبؤرة. العدسة المقعرة مفرقة، فالشعاع الضوئي ده هينكسر متفرق بحيث امتداده يمر بالبؤرة ب. الشعاع التاني هيسقط مرا بالمركز البصري للعدسة ص، فهيفضل ماشي في خط مستقيم ينفذ على استقامته دون أن يعاني انكسارا. بناخد امتداد الشعاع الضوئي المتفرق. لما خدنا امتداده تلاقى مع الشعاع التاني، إذن هنا دي الصورة. اذكر خواص الصورة المتكونة. واضح إن الصورة مصغرة، والعدسة المقعرة بتكون صورة واحدة فقط، تقديرية معتدلة مصغرة. وواضح طبعا إن الصورة مصغرة. اختر الإجابة الصحيحة. 1. الغازان اللذان أنتجا النجوم والمجرات بنسبة 1:3 هما إيه؟ طبعا الغازين هما الهيدروجين والهيليوم. الهيدروجين بنسبة 75% 3، إذا 3 ده الهيدروجين. والهيليوم بنسبة 25%، يعني نسبة الربع، إذا 1 ده الهيليوم. إذا على الترتيب الغازين هما الهيليوم والهيدروجين. الاختيار رقم د، هيليوم وهيدروجين. الهيليوم 25%، الهيدروجين 75%، يعني بنسبة 1:3. أي من العلاقات البيانية الآتية تمثل حركة جسم بسرعة منتظمة؟ السرعة المنتظمة ليها تمثيلين بيانيين، مسافة وزمن وسرعة وزمن. لو بصينا للاختيار رقم ج، مسافة ف زمن ز، وخط مستقيم مائل بادئ من نقطة الأصل، لاختيار رقم ج. 3. تقع المجموعة الشمسية، لاختيار رقم ب، في إحدى الأذرع الحلزونية لمجرة درب التبانة. 4. استغرق أحد التلاميذ زمنا قدره 3 دقائق من منزله للمدرسة، متحركا بسرعة متوسطة قدرها 5 متر على الثانية. تكون المسافة بين منزله والمدرسة هنختار كام؟ هنا هنحسب المسافة بتساوي السرعة في الزمن. بنستخدم القانون، عايزين المسافة، والمسافة بتساوي السرعة على الزمن. المسافة ف بتساوي السرعة عين في الزمن ز. بنعوض في القانون، السرعة عين 5 متر على الثانية في الزمن 3 دقائق، ولكن لازم نعوض عن الزمن في القانون بالثانية، لأن السرعة هنا متر على الثانية، ما ينفعش نضرب متر على الثانية في دقيقة، فلازم الزمن يكون بالثانية. علشان نحول من دقيقة لثانية نضرب في 60، لأن الدقيقة فيها 60 ثانية. 3 في 60 ب180. هنطلع الناتج، نضرب 5 في 180، 900 متر. المسافة طلعت معايا 900 متر. لو بصينا للاختيار رقم ج هنختار 9 من 10 كيلو متر.
هنا المسافة طلعت بالمتر، نحولها لكيلو متر، نقسم على 1000. 900 على 1000 يعني 9/10 كيلو متر. استخرج الكلمة أو العبارة غير المناسبة ثم اكتب ما يربط بين باقي الكلمات. 1. حبوب اللقاح، البويضات، البنكرياس، الحيوانات المنوية. بنستخرج البنكرياس لأن البنكرياس دي خلية جسدية بتحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات 2N. أما حبوب اللقاح، البويضات، الحيوانات المنوية دول أمشاج، والأمشاج بتحتوي على نص المادة الوراثية أو نص عدد الكروموسومات N. هنكتب اللي هيربط بين حبوب اللقاح والبويضات والحيوانات المنوية دول أمشاج، والأمشاج بتحتوي على نصف المادة الوراثية N. تحتوي على نصف المادة الوراثية N. تستخدم في الطب. تدخل في صناعة الفرن الشمسي. تصنيع تلسكوبات الرصد الفضائي. توضع على أرصفة السكة الحديد. هنستخرج توضع على أرصفة السكة الحديد. دي من استخدامات المرآة المحدبة. أما تستخدم في الطب، تدخل في صناعة الفرن الشمسي. تصنيع تلسكوبات الرصد الفضائي من استخدامات المرآة المقعرة. من استخدامات المرآة المقعرة. فطر الخميرة، الأميبا، الهيدرا، الإسفنج. هنستخرج الأميبا لأن الأميبا بتتكاثر بالانشطار الثنائي. أما فطر الخميرة، الهيدرا، الإسفنج دول بيتكاثروا بالتبرعم، كائنات حية تتكاثر لا جنسيا بالتبرعم. أما الأميبا بتتكاثر لا جنسيا بالانشطار الثنائي. 4. مصنوعة من الزجاج. توضع ملتصقة بقرنية العين. عدسات رقيقة جدا، مصنوعة من البلاستيك. هنستخرج مصنوعة من الزجاج. اللي بيربط بين توضع ملتصقة بقرنية العين وعدسات رقيقة جدا ومصنوعة من البلاستيك، دي العدسات اللاصقة. دي العدسات اللاصقة بنعرفها هي عدسات رقيقة جدا، مصنوعة من البلاستيك الشفاف، توضع ملتصقة بقرنية العين، فهنستخرج مصنوعة من الزجاج. آخر سؤال في المحافظة. لديك مرآة مقعرة، حائل، مسطرة، مصدر ضوء. وضح كيف يمكنك تعيين البعد البؤري لهذه المرآة. طبعا هو قال لي الأدوات، دي الأدوات، احنا هنكتب الخطوات. 1. ضع المرآة المقعرة في مواجهة المصدر الضوئي. 2. حرك الحائل قربا وبعدا أمام المرآة حتى نحصل على أوضح نقطة مضيئة عليه. النقطة دي هي البؤرة. 3. بالمسطرة قس المسافة بين البؤرة اللي هي النقطة المضيئة اللي اتكونت على الحائل والمرآة أو قطب المرآة، المسافة دي هي البعد البؤري للمرآة. الفيديو الجاي إن شاء الله هنحل محافظة سوهاج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.